القصة بتبدأ عن بنت جميلة اسمها رامونا. كل الولاد في المدرسة مولعين بيها، كل واحد فيهم نفسه بس تبصله. بس في واحد اسمه أندي قرر يعمل لها المفاجأة الكبيرة ويصارحها بحبه في حفلة. بس كالعادة أندي جبان ومتوتر جدا، وصاحبه سيلفي بيحاول يشجعه ويديله دفعة كده من الثقة. أندي شارب شوية علشان ياخد الجرأة، وسيلفي قال له: يلا يا ابني روح ارقص، دي فرصتك. أندي فعلا بيقوم وبيبدأ يرقص مع رامونا، بس الرقصة كارثة، بيرقص بطريقة غريبة جدا. لكن الغريب إن رامونا لقيتها حركة بريئة ولذيذة، فقامت دخلت معاه في المود وبدأت ترقص معاه هي كمان. وسط الرقص أندي بيحس إنه عايز يدخل الحمام، لكن أول ما يدخل يشوف المنظر جوه كارثة. الحمام وسخ جدا، فبيخرج بسرعة، وأول ما يخرج يلاقي رامونا واقفة قدام الباب. باب أندي توتر جدا وخاف تفتكره هو اللي عمل المنظر ده. بعدها بشوية ولد تاني يدخل الحمام ويشوف المنظر، فينادي أصحابه والكل يبدأ يضحك ويسخر من أندي قدام المدرسة كلها. في اليوم اللي بعده أندي بيروح حفلة تانية، وطبعا مين موجود؟ رامونا. أصحابها قاعدين يقولوا لها: ده أندي بيحبك جدا ومفيش بنت في حياته قبل كده. رامونا تضحك وتقول بكل ثقة: ماشي، هقضي معاه الليلة واثبت لكم إني أقدر أخليه تحت إيدي. ضبع. فعلا بتروح له وبتبدأ ترقص معاه، وبعد شوية تاخده على أوضة لوحدهم. بتقول له: أنا عارفة إنك مستني اللحظة دي من زمان. وبتبدأ تقلع فستانها ببطء، بس أندي اتفاجئ إنه مش حاسس بحاجة خالص. قال لها بهدوء كده: أنا مش عايز كده، أنا عايز أستمتع معاكي، أحبك مش أستغلك. رامونا تتصدم فتتعصب وتمشي من الأوضة وهي نار. تاني يوم الصبح أندي بيحكي اللي حصل لأصحابه، وطبعا كلهم متصدمين. إزاي تسيب الفرصة دي يا مجنون؟ بس كمان بينبهوه: خد بالك قبل ما تفكر ترجع تكلم رامونا لازم توقف سيلفي، الواد كمان وقع في حبها. أندي بيتنرفز وبيروح يواجه سيلفي في المدرسة، بيقول له: ابعد عن رامونا يا سيلفي. لكن سيلفي بيرد عليه باستهزاء: وانت مالك يا ابني؟ وساعتها رامونا بتوصل، ولما تشوفهم بيتخانقوا تقوم رامونا تقرر تنتقم وتروح تبوس سيلفي قدام أندي. يا قلبي، دي مش نار غيرة، دي حرب حب مولعة. بعد شوية أيام أندي بيسافر مع أمه عشان يرتاح شوية، ويقعدوا في فندق راقي جدا. وهناك أندي لاحظ بنت جميلة اسمها أنامونا، كانت موظفة استقبال في الفندق. على طول أول ما شافها حبها من أول نظرة. أول ما كلم الساقي عنها، الساقي حذره يبعد عن أنامونا وقال له إنها بتعمل فيديوهات للكبار. رغم التحذير أندي قرب من أنامونا وبدأ يكلمها بالطريقة الخجولة بتاعته. أنامونا عجبتها تصرفاته وطلبت منه يقابلها على الشاطئ في الليل. على الشاطئ أندي سألها عن كلام الساقي. أنامونا شرحت له إنها رفضت طلب الساقي، فبقى ينشر إشاعات عنها. الاتنين فضلوا يتعرفوا على بعض. أنامونا قالت لأندي في الآخر: عندي صاحب لكنك حلو، هديك بوسة لو غنت لي. أندي غنى ورقص قدامها، وبعدها باسوا بعض. أنامونا أخدت أندي لغرفتها، وحصل بينهم ليلة عاطفية استمرت لحد الصبح. الصبح أم أندي قالت له إنهم مضطرين يسافروا، لكن قبل ما يسافروا أندي لقى إن أنامونا مش موجودة. بدأ يدور عليها ولقاها في الآخر. هي قالت له إن واحد شافه طالع من غرفتها، وده ضد قوانين الفندق، وطردوها من الشغل، وقالت إنها مش هتفضل في المدينة دي. أندي طلب منها ما تسافرش، لكنها رفضت وقالت له: هسافر مع صاحبي. بعد كده كل واحد راح في طريقه. أندي وهو في الطريق رامونا بعتت له رسالة تقول إن سيلفي ضربها، بتسأله: فينك؟ تعال على طول. أول ما أندي وصل شاف علامات ضرب على وش رامونا، وواضح إن سيلفي سببها. أندي قال لرامونا عن صاحبته أنامونا، لكن رامونا ما صدقتوش عشان أندي ما عندهوش حتى رقم أنامونا. ضحكت عليه واتريقت على كلامه. ده خلى أندي يتنرفز وقال لها: انت جرحتي كرامتي، خلاص انسي اني كنت بحبك.
وقال كده وهو ماشي: الكذب بيفضح نفسه. أندي ظاهر عليه الانزعاج الشديد. أمه اقترحت يكلم أنامونا، لكن لأنه ما عندهوش رقمها حاول يدور عليها على وسائل التواصل الاجتماعي وما قدرش يلاقيها هناك كمان. في الآخر أندي قدر يجيب رقم أنامونا من الفندق، اتصل بيها وقال لها: هاجي عندك في المدينة؟ قالت له: تعالى. في الليل اتقابلوا في نادي وبدأوا يرقصوا، وفي اللحظة اللي كانوا فيها قريبين من بعض الاتنين راحوا حمام النادي، ومرة تانية حصلت بينهم عاصفة. لكن في نص الحوار حارس النادي لقاهم وطردهم، حتى إنه ضرب أندي. بعد كده أنامونا اهتمت بأندي. أول ما أندي سألها: إمتى هتقولي لصاحبك علينا؟ ردت أنامونا: صاحبي غني قوي، ما أقدرش أكلمه في الموضوع عشان عايزة أفضل عايشة معاه. سمع أندي الكلام ده وانكسر قلبه وسابها. اليوم اللي بعده في المدرسة أندي قاعد مع أصحابه، وفجأة كل الولاد بقوا باصين عليه وبيضحكوا ويسخروا منه. طلعت إن رامونا بعد ما أندي رفضها نشرت إشاعة إن أندي شاذ. الكلام ده وجع أندي قوي. حاول يشرح الحقيقة للكل لكن محدش صدقه. أندي بقى زعلان قوي. أندي كان ليه صاحبة في المدرسة، بنت مليانة شوية، كل الولاد كانوا بيقولوا عليها كارلا، وهي كانت اللي أندي دايما بيحكي لها عن مشاعره. أول ما قال لها على الإشاعة وهم قريبين من بعض في الكلام، وفجأة حصل بينهم موقف أكبر من العاصفة. حصل بينهم زلزال. تاني يوم الصبح واحد من صحاب أندي جاله وقال له: هضطر أبعد عنك عشان أول ما البنات بتشوفني معاك هيفكروا إني شاذ زيك كمان. أندي سمع الكلام ده وقرر ينتقم من رامونا. غير شكله كله وبقى وسيم. بعد ما شافوا شكله الجديد كل البنات في المدرسة وقعوا في حبه، حتى إن في بعض البنات أغمى عليهم من كتر الإثارة. أندي راح لرامونا وقال لها: لسه شكلك جميل وأحلى بنت في العالم قدامي. رامونا وشها احمر وبدأت تمدحه. بعد كده أندي طلب من رامونا تقابله في الآخر ووافقت. الاتنين باسوا بعض ومن ساعتها بقوا قريبين من بعض أكتر في المدرسة. أندي راح لصديقته كارلا وقال لها: خلينا ننسى موضوع الزلزال ونفضل أصحاب زي ما احنا. كارلا وافقت لكن كان في حزن في عينيها. بعد كده أندي فكر ينتقم من سيلفي على كل حاجة، فبمساعدة صاحبه كتب رسالة حب مزورة لكارلا باسم سيلفي وحط فيها هدية. الرسالة كانت: كارلا هتبقي صاحبتي. أول ما كارلا شافت الرسالة فرحت قوي. كانت ليلة عيد الحب وهي كانت متفائلة. راحت لسيلفي وقالت له: أهلا سيلفي، من النهاردة إحنا مع بعض. سيلفي رد بوش مصدوم ومليان قرف: إيه الكلام الفاضي ده؟ مين المجنون اللي هيصاحب واحدة شبه فرس النهر؟ أول ما كارلا سمعت الكلام ده زعلت، بدأت تضرب سيلفي قدام كل الولاد، وبضربة أخيرة وقعته على الأرض. الولاد التانيين شافوا كل ده وضحكوا عليه وسخروا منه. في نفس الوقت أندي طلب من رامونا يخرجوا سوا بالليل. في المشهد اللي بعده رامونا جاية تقابل أندي وهي لابسة حلوة قوي. هو خدها على المنارة وهناك فتح لها قلبه. قال أندي: كل ما بزعل باجي هنا لوحدي عشان أهدى، لكن النهاردة انتي معايا. انتي أجمل بنت في العالم الصغير ده، بحبك قوي. رامونا اتأثرت، قالت: محدش اهتم بيا ولا حبني زيك. وبعدها باسوا بعض. أندي قال لها تيجي بيته، بس هي وقفت مترددة. افتكرت انه بيحاول يستغل الموقف عشان يوصل للي في دماغه. حست بالألم، فاكرة ان أندي زيهم كلهم، لكن أندي طمنها وقال بهدوء: مش زيهم وانتي عارفة كويس. في الآخر راحوا بيت أندي. هناك أندي بدأ يغازلها بطريقة لطيفة، ورامونا ما قدرتش تخبي مشاعرها. الإحساس غلبها واستسلمت للحظة. لكن أول ما الجو بدأ يسخن أندي وقف وقال: قلتلك إني مش زيهم، مش عايز أكمل كده. أول ما سمعت كده رامونا اتضايقت جدا، وفجأة حصل اللي ما تتوقعهوش. العاصفة والزلزال حصلوا. الراجل اللي بيعرف يقول لأ. بعد كده كل حاجة بدأت تستقر بينهم، علاقتهم بقت أقوى وبدأوا يقضوا وقت أكتر مع بعض في سعادة. لكن في يوم وأندي مع رامونا فجأة استلم رسالة من أنامونا. كانت كاتباله: قابلني بعد ساعة ومعاك الورد اللي بتحبه، هاجي عندك في المدينة،
أندي اتخض، اختلق أي حجة عشان يسيب رامونا وجري قابل أنامونا. أول ما تقابله بسها ورجعها بيته. أول ما رجعوا البيت أنامونا راحت تتكلم مع أندي، لكن في نفس الوقت رامونا اتصلت بأندي وزعلانة منه عشان ما جاش يقابلها. قالت الليلة لازم تجيب لي الورد. أندي رد عندي خروجة مع ابن عمي ما اقدرش آجي. لكن رامونا فضلت مصرة وأندي في الآخر قطع المكالمة. أندي بقى مش عارف يفضل مع رامونا ولا أنامونا. كلم أمه بس ما طلعش منها بكلمة تنفعه. أندي خد قراره، اختار يسيب رامونا ويفضل مع أنامونا. بالليل وأنامونا في أوضتها أندي راح لها، ومرة تانية حصلت بينهم عاصفة. في نص الليل رامونا اتصلت بأندي وطلبت منه يخرج يقابلها. أول ما عينها وقعت عليه ما قدرتش تقاوم وقربت منه. أندي قال لها صحيح إني حبيتك من زمان، لكن دلوقتي ما اقدرش أبقى في علاقة معاكي عشان ما انبسطتش معاكي زي ما كنت عايز. رامونا حاولت تقنعه لكن أندي ما غيرش رأيه، سابها ورجع بيته. الزمن بيعدي وبنشوف مشهد بعد كام سنة. أندي بقى كاتب مشهور وغني، علاقته مع أنامونا كويسة. في يوم أندي ورامونا اتقابلوا تاني في النادي بعد سنين، سألوا بعض. رامونا قالت مخطوبة دلوقتي، خطيبي غني برضو. بعد ما اتكلموا شوية خرجوا من النادي مع بعض في عربية رامونا. في الأول كانت بتمدح خطيبها، لكن بعدين اعترفت علاقتي معاه مش كويسة، ما لقيتش حد حبني زيك، كان مفروض أفضل معاك. بس أندي كان مشغول بيبعت لأنامونا. بعدين رامونا بدأت تفتن أندي، ومرة تانية حصلت عاصفة جوه العربية. بعد كده أول ما أندي رجع البيت ما لقاش أنامونا في أي حتة. في اللحظة دي ظهرت رسالة من رامونا مكتوب إيه كنت فاكر إني هسيبك سعيد؟ أبدا. أندي عارف إن رامونا قالت لأنامونا على كل حاجة. أندي سمع صوته في دماغه وفكر لو ما كنتش رحت قابلت رامونا كنت لسه سعيد مع أنامونا النهاردة. وبعدين القصة رجعت للماضي، للحظة اللي أندي كان متوتر فيها في الحفلة، خايف يكلم رامونا وسيلفي جاي يديله ثقة. لكن المرة دي بدل ما يسمع له أندي ضرب سيلفي ضربة قوية عشان يثبت إنه من النهاردة هيبقى مع أنامونا بس. الندم دايما بيجي متأخر. مش كفاية إنك حبيت الفيديو، لازم تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك كل الحاجات الجديدة، واكتب لنا في الكومنتس رأيك.